محتار تختار كارت الصوت ده ولا كارت الصوت ده؟ حاسس ان في فرق كبير قوي ما بينهم. البادجت بتاعك مش مساعدك تشتري كارت الصوت وموسوس ومش عارف تشتري ايه بالظبط. ما تقلقش، حلك عندي، بس بعد الفصل الموسيقي. ساعات الواحد فينا بيحب يسأل أصدقائه ويشاركهم مع اللحظة، وخاصة لما بيجي يشتري حاجة جديدة. Are you a salesman? Right. صديق ما ويقول له إيه رأيك في الحاجة دي؟ يوم جاي صديقه قايل له نفس الحاجة اللي الشخص نفسه عاوز يشتريها، فيقتنع ويحس إن هو ماشي صح. يقول الواد ده بيفهم، فيقوم جاي الوسوسه تشتغل جواه، والدي ان ايه بتاع الكرياسيتي يشتغل. يقوم جاي سائل صديق تاني، يقوم جاي الصديق التاني ده قايل له اجابه تانية خالص. يقول الواد ده ما بيفهمش. يقوم جاي الشك يلعب في عبه زياده واكتر، يسال صديق تالت، صديقه التالت يقول له اجابه تالتة خالص، يتجنن. ما تقلقش، كل اللي انت بتحسه وكل اللي انت بتمر بيه ده طبيعي، وخاصة لان عالم الانترنت دلوقتي مليان اعلانات ومليان يوتيوبرز ومليان ناس كتيرة بتعلن عن منتجات وكلهم حلوين. مفيش حاجة فيهم وحشة. حلقة النهاردة مش هعمل لكم مقارنة ما بين كارت وكارت، لا، انا هتكلم معاكم ايه ميزة الكروت وايه اللي هتديها لكم والاوفرز اللي هتديها لكم وليه لازم يبقى عندك كارت صوت. اولا، كارت الصوت ده بيدي لك ترانسفورمرز وبيدي لك مساحة يشتغل ويعمل فيها بروسيس للصوت، مش على الكمبيوتر، على كارت الصوت نفسه. فبالتالي الكمبيوتر نفسه يبقى عنده مساحة يزود داتا جديدة ومعلومات تانية زيادة ويقدر يستحمل. الحاجة التانية ان كارت الصوت بيعملها لك او يقدمها لك وهي الكلاريتي. الصوت بيبقى كلير احسن من كروت الصوت اللي بتبقى موجودة في الكمبيوتر نفسه او اللي موجودة في اي حاجة تانية خارجية. تالت حاجة وهي ان انت تحس ان عندك مور هيدروم، وده هنقوله بالتفصيل قدام شوية في الحلقة. يعني ايه بقى الترانسفورمرز ويعني ايه الحاجات اللي اتقالت مجعلصة دي؟ عايزين نفهمها بتفصيل اكتر او بدقة اكتر. اولا، كارت الصوت ما هوش عبارة عن ماذر بورد وخلاص، او عبارة عن اسلاك متوصل فيها اللاين ان بتاعك واللاين اوت اليو اس بي. لا، ده جوه في مقاومات وجوه في ماذر بورد وفي شغل وبلاوي كتير ممكن نشوفها في الصورة هتظهر في حتة. شغلة الترانسفورمرز ديت وشغلة المذر بورد ده يعالج الصوت اللي داخل للكمبيوتر قبل ما يوصل حتى للكمبيوتر، يوصله للي انت عاوزه او بتدور عليه اصلا. وفي كروت صوت بيبقى جواها افكتس وشانل ستريب، دي بتساعد اكتر الكمبيوتر ان هو يرتاح، كان عندك رينجز زي الحاجات اللي ايه بقى الفرق بين كارت الصوت ده او كارت الصوت ده او كارت الصوت ده او كارت الصوت ده؟ صدقني لو قلت لك الفرق بسيط جدا ويكاد يكون لا يذكر، بس اللي عاوز اقوله لك ان كارت الصوت هيساعدك، واوبشن من الاوبشنز اللي لازم تكون موجودة عشان تعرف توصل للصوت الذهبي بتاعك. كل كروت الصوت اللي موجودة عندنا بتطلع HD اللي هو 1090 او 1092 هرتز، دول كلهم الكاتيجوري بتاع الاتش دي. طيب ايه الفرق بقى؟ كل مقاومة، الناس بتوع الهندسة هيعرفوا اللي انا بقوله ده اكتر، المقاومات اللي موجودة ديت ليها اصوات مختلفة، وكل شركة ليها خلطة السرية بتاعتها، فبتزود مقاومات او بتزود بري امب او بتزود اوبشنز جوه بتخلي الصوت كلير ويبقى ليه هيدروم. يعني ايه هيدروم؟ يعني الصوت بتاعك مثلا الرينج بتاعه في الحتة دي تديله مور فريكونسيز زيادة، كأن الرينج بتاع الصوت بتاعك أكبر. إذن ده كلمة الهيدروم، تحس إن في فريكونسيز اتضافت زيادة للصوت بتاعك، سواء غنى سواء جيتار سواء درامز أي حاجة. ده فكرة الهيدروم. أما الحقيقة إن كل كروت الصوت بالنسبة لي وجهة نظر الشخصية، وممكن تعترض أو ممكن توافقني،
قولي رأيك في الكومنت. ان كروت الصوت كلها يكاد يكون فعلا متشابهة، وقليل قوي تعرف الفرق ان انت مسجل بده او بده او بده. ليه بقى كروت الصوت غالية؟ اولا احنا بنتكلم في كاتيجوريز كتيرة جدا. عندك من اللو بادجت، عندك الانترميديت، عندك الهاي كواليتي والستوديو الاخر او التوب اللي هو الرولز رويز او الهولي جريل بتاع كروت الصوت. ايه الفرق؟ طالما ان كلهم اتش دي، وطالما ان كلهم بيطلعوا هيدروم حلوه، زي ما قلت لكم ان كل كارت صوت الشركه بتديله مقاومات وترانسفورمرز مختلفه عن الشركه التانية، ودايما بيبقى فيه تنافس ما بينهم وبين بعضيهم، وخاصه كمان ان كلهم بقوا شغالين في اللو بادجت، فابتدوا يذاكروا حاجات بعضيهم، وابتدوا يبقى فيه بيزنس كده غريب بحيث ان هو يشوف ده عمل ايه ويعمل زيه او احسن منه كمان. وكل ده طبعا في خدمة المستهلك اللي هو خدمتنا احنا شخصيا، خاصة ان الناس كلها بتدور على كل الحاجات اللي سعرها ارخص. فاضطرت الشركات الكبيرة زي الشركات اللي في امريكا او الشركات اللي في انجلترا ان هي تتعامل مع الصين. China. Let's say China. 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 الصينيين عندهم إمكانية إنه يقلل من الكواليتي ويقلل من الكوست بتاع الحاجة ويدي لك نفس اللي انت عاوزه بس بكوست أقل. زي مثلا الشاسيه بتاع البادي بتاع كارت الصوت ممكن يبقى بلاستيك بدل شاسيه معدن. ممكن مثلا السوكت بتاع الجاك بتاعك بدل ما يبقى هاي كواليتي اند يبقى نص كواليتي اند. الاوتبوت بتاعك يبقى نفس القصه. الاسلاك بدل ما تبقى بيرفكت يبقى نص نص، فده بتقلل في الكوست، وطبعا ممكن على اللونج ران يعمل لك مشاكل، فده سبب اللو كوست. يبقى انت قبل ما تشتري كارت الصوت لازم تذاكر كارت الصوت شكله عامل ازاي، امكانياته عامله ازاي، الهيرتز بتاعته عامله ازاي، وبقدر الامكان ما تحاولش تقارن، تخش تشوف ده فاز ده، لان الحاجات دي دايما تراب انت بتقع فيها، لانه دايما بيقارن لك حاجه غاليه بحاجه لو بادجت. فانت طبعا ممكن تسمع الغالي احسن، او في ناس بتتجه ناحيه الغالي بالنسبه لها ده الاحسن. الحقيقه لا، انت زي ما انت شايف كارت الصوت اللي عندي سكارلت عادي خالص، مش غالي، وجايبه من بره كمان فارخص من اللي موجود عندنا هنا في مصر. الامكانيه انت بتعرف تطلع بكارت الصوت بتاعك ده ايه، وبتعرف تشغله ازاي. وكان في مقارنه ما بين كارت الصوت ده بالنسبه لي وان انا اجيب كارت صوت تاني بدون ذكر اسماء لان دي مش حلقتنا النهارده. فقررت اجيب ده لان البادجت بتاعه اقل من الكارت التاني، بس قدرت اطلع منه صوت حلو، وابتديت ازود راكس حاجات زي كده. طبعا دي على حسب امكانياتك، ادت للصوت بتاعي كاني معايا كارت صوت اغلى شويه. فاذا انت بتشتغل على حسب امكانياتك انت الشخصيه. دلوقتي نخش على النقطة الأخيرة وهي نقطة النصايح. أول نصيحة، كارت الصوت مهم ولازم تجيبه لأن ده هيوصلك لصوت بعيد عن الصوت اللي انت بتستخدمه من اي حاجة تانية، سواء كان الكمبيوتر عندك فيه كارت صوت، سواء بتستخدم كارت صوت موجود في الامب، سواء كارت صوت زوم او غيره. مش هقول لك بروفيشنال، بس ده مش هيوصلك للي انت عاوزه. اذا كارت الصوت حاجة مهمة جدا. رقم 2 وده الاهم، اشتغل على البادجت بتاعك انت شخصيا. اعرف حدودك واعرف الليمت بتاعك، انت تقدر تجيب ايه، وابتدي اعمل ابجريد من الحتة دي. ما تقارنش نفسك بحد تاني لان دي بتأذي، وممكن تحمل نفسك طاقة أكتر من طاقتك، فتجيب حاجة إمكانياتها غالية جدا وما تقدرش تستخدمها، وتلاقي نفسك طلعت بيها جودة صوت كأنك عندك كارت صوت جوه الكمبيوتر. فإذا الستبس مهمة جدا، والستبس مش بس عشان البادجت بتاعك، لا ده الستبس تعليمية أكتر منها بادجت. رقم 3 وده الأهم، ما تشتتش نفسك في وسط عالم الإنترنت. اعرف بالظبط الكاتيجوري اللي انت عاوزه، يا اما ده يا اما ده يا اما ده. حدد لك على الاقل 3 تختار ما بينهم. اسأل اصدقائك واستشيرهم طبعا، بس دايما يكونوا اعلى ستيب منك، وخاصة في المجال بتاع المزيكا ميوزك برودكشن، لانه هيفيدك اكتر لانه مر بالتجربة دي كمان. عاوزنا اعمل لك مقارنة ما بين كروت صوت معينة، يا ريت تكتب لي في كومنت ايه الكروت صوت اللي انت عاوز تعمل مقارنة ما بينهم، وبقدر الامكان هحاول مع السبونسرز بتوعي نعمل حلقة يبقى فيها ده باز ده. وبرضو انا هجيب لك
كل الحاجة بشفافية، بحيث ان انت تختار على قد امكانياتك زي ما قلت لك، وهحاول بقدر الامكان ان انا اساعدك ما يحصلكش التشتيت ده. وفي النهاية حابب أقول لك شكرا ليك وشكرا لمتابعتكم وشكرا على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم. حابب أقول لكم إن أنا هعمل لايف على All Egyptian Guitarist كل يوم تقريبا، نخليها ممكن حد، ممكن الساعة 7. هجاوب على كل الأسئلة بتاعتكم ونجرب نشوف اللي هيحصل. ما تنسوش لايك، سبسكرايب، شير، وأشوفكم بعدين.